بسم الله الصلاة على رسول الله. السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم عندنا دير واحد الحلوه سهله ومزيونه، كتجي واعره صراحه الله، كتجي بنينه بزاف. ويعني كتجي وهي سهله، ما فيهاش شي حاجه شي مقادير يعني اللي بزاف، يعني فوق مقادير اقتصاديه وماشي مقادير فوق الطاقه. عندنا هنايا في المقادير، عندي 2 كيسان ديال العنبه الزيت، عندي هنايا كاس د العنبه ديال البيان محمر ومطحون، عندي هنايا كاس ونص ديال السكر، عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، عندي واحد الخميره، وعندي هنا النكهه ديال القهوه، وعندي هنايا واحد مغرفه، غنضيف واحد المغرفه ديال الكليكوز هذا كيبقى اختياري باش كتجي الحلوه ديالنا يعني مقرمشه. صافي ندوزو دابا التحضير، طريقه التحضير. وعندنا الطحين طبعا. بسم الله على بركه الله. غنخلط الزبده مع السكر، هنايا السكر نخلطو مع الزبده، هاد الحليوه هادي كتجي بنينه بزاف. نتمنى تعدلوها وتعطوني الراي ديالكم، صراحه كتجي مزيونه. هاد الحلوه هادي ان شاء الله غادي نعملوها في الشوكولاط، يعني يعني نفندوها في الشوكولاط، نغمسوها في الشوكولاط. صافي غنزيد هاد الزيت، زيت 2 كيسان ديال الزيت، ونخدمها مزيان حتى ترجع لي بوماد. ندخل السكر والزيت والزبده حتى ينسجموا مع بعضياتهم. صافي هنا من بعد ما حركتها عندي هنا واحد المغرفه كبيره ديال الكليكوز، هذا كيبقى اختياري باش كيعطي هذيك القرمشه. الا ما كانش متوفر ما حتى شي، يعني هذا اختياري صافي. يمكن لك ما تعملوش. هاد الكليكوز كتعطيه واحد قرمشه مزيونه، كتنوض فيها واحد قرمشه مزيونه. صافي غادي نزيد هنايا مغرفه صغيره ديال النكهه ديال القهوه، مغرفه صغيره ديال نكهه القهوه. صافي وغنحرك هادشي. ندخل القهوه مع الزبده والكليكوز، الريحه كتطلع غزاله تبارك الله، يا سلام. الريحه ديال القهوه كتواتى بزاف مع هاد المكونات هادو. غنضيف هنايا بيان، كاس ديال البيان، وغنبقى نضيف الطحين شويه بشويه حتى نجمع العجينه، ما نعملها خفيفه لا نعملها قاصحه. ونضيف الخميره ان شاء الله مع الطحين. صافي جميع العناصر انسجمت مع بعضياتها. دابا غنبقى نضيف الطحين، غنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، نضيف شي دقيق دفعه واحده، غير شويه بشويه باش ما تجينيش قاصحه. وغنضيف الخميره، ونعجن
نحاول ندخل الطحين ونجمع العجينه، وما نخليهاش قاصحه وما نخليهاش رطبه. هنايا الدقيق عندي مغربل، الدقيق ديال الحلويات. هاد الحلوه ما خصهاش يجي قاصحه وما خصهاش يجي كتلصق. ريحه القهوه زاله طالعه. صافي انا نجمع العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للطحين هي وما هزيت، انا عندي كيلو الطحين هنايا، وغنشوف شحال هزيت معايا على حسب الطحين، النوعيه ديال الطحين. انا هنايا مستعمله هذا الدقيق ديال الحلويات، الخاص بالحلويات. نكمل الكيلو اللي عندي ونشوف شحال غتدخل لي ديال شحال غيدخل لي ديال الطحين في هاد الحلوه هادي. صافي هي العجينه ديالي بعد ما جمعتها رطيتها، الا كورناها ما كتفتت ما والو، ما كتلصق في اليدين. صافي دابا غادي نبقى نشكلها، نحيد هذا الشيء هذا. عندي هنايا ميكا مع جوج بلاستيكات، وغنطلقها واحد المقدار، وغنقطعوا هاد القطعه هادي دائريه. صافي غنعملها انا هنايا، وغنطلقها بين جوج ديال الميكات. نطلقها مغليطه مرقيقه، يعني ما نعملوهاش بحال الصابلي. نتوما تشوفوا معايا كيفاش غنطلقها، كيفاش غنقطع. ما نقطعش رقيقه بحال الصابلي، بحال كي كنعملوا الصابلي رقيق. خليوها شويه مغليطه، غير شويه ماشي بزاف. بحال هيدا غندخلوها الشوكولات بهذه الطريقه هذه، يعني ماشي غليظه بزاف. وغنعملها في اللاطه ديال الفران دابا عندي كيسخن، الفران ديال الغاز. دائما كنقول لكم الفران ديال الغاز كيسخن على يعني يسخن مزيان. ها هو السمك ديالها، السمك ديالها كيف شنو هو، مغليطه مرقيقه معوضه. الفران قلت لكم كيسخن، يعني غنسخنو مزيان تيسخن على خاطرو. ومن بعد غادي ملي ندخل اللاطه ديالي غنقصلها، نخليها طيب على خاطرها بحال الشميعه. من العفيف بحال الشميعه غنخليها طيب على خاطرها باش كتدي حقه في الطياب. صافي بهذه الطريقه هذه غادي نعملها في اللاطه. والعجينه اللي كتبقى غادي نجمعها، يعني نجمعها ما نعجناش عليها، نجمعها غادي تفرست ماشي مشكل. غادي نجمعها وغادي نرجع نطلقها عادي. هانتوما صافي نكمل هيدا العجينه ديالي كامله بهذه الطريقه هذه، ونرجع معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد ما نساليها. تعملوها شي رقيقه باش رقيقه بزاف ما تجيش عاد تجي بحال الصالح. حنا خصها تجي شويه غليظه. بهذه الطريقه هذه غادي نجمع وغنزيد عليها ونطلقها، نزيد عليها شويه ونطلقها عاوتاني بين جوج ميكات. صافي انا نكمل العجينه ديالي ونرجع معكم ان شاء الله يا ربي.
هذه هي الحلوه من بعد ما طابت. نتوما كيفاش كتجي. دابا غادي نزوقها ان شاء الله الرحمن الرحيم بالبيال والكراميل والشوكولات. صافي دابا غادي نعدل معكم الكراميل. هذا ديال على جنب. عندي في واحد المقله تكون ما كتلصقش. عندي كاس ديال العنيبه ديال السكر، وعندي هنايا هاد العلبه ديال الكريمه ديال الطبخ، وعندي 6 ديال الطريفات ديال الشوكولات ديال الشوكولات الابيض. دابا نمشيو نعملوا هذا في قبوطه باش حتى كيذوبنا، نقصوا له بوطه وحتى كيذوب عاد نعملوا له هاد الكريمه هادي والشوكولات والزبده. وعندي البيان باش نزوق. هنايا غادي نعمل هاد الكريمه عملتها في هاد الكاسرونه، غادي نسخنها باش ملي نعملها على السكر ما يتحجر ليش. غادي نسخنها مزيان وغنضيف على السكر. صافي ها هو السكر ديالنا بدا كيذوب. غير يذوب السكر غادي نضيف عليه كريمه الطبخ والزبده، نخلي السكر تيكمل الذوبان ديالو ونرجع معكم. صافي السكر ديالي ها هو هنايا داب. غنضيف عليه كريمه الطبخ وهي سخونه، عندي ناقصه بزاف. صافي غنخليه سايدو. ها هو الكراميل ديالنا من بعد ما داب. دابا غنضيف فيه الزبده. الزبده عندي 75 غرام ديال الزبده، وغنحرك باش كتعطيها السيوله باش ما كتجيش قاصحه. هاد الكراميل كيجي مزيون بزاف ولذيذ. نتوما هذا اللي عجمعوا به الكركاع، عفوا الديان، باش نزوقوا به الحلوه ديالنا ان شاء الله يا رب. صافي دابا ملي دابت الزبده ديالنا مع الكراميل مسجمس، غنزيد لها واحد الطريف ديال الشوكولاط الابيض. الا كان عندكم مربعات عملوا 6 ديال المربعات. نعمل له مربع واحد كبير. صافي هي غندوب هاد الشوكولاط هذا ونخليها تبرد باش نزوقوا بها الحلوه ديالنا، نجمعوا بها داك البيان باش نعملوا بها الحلوه ان شاء الله يا رب. صافي بهاد الطريقه هذه. صافي ها هو الكراميل ديالنا وجد هذا. نتوما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش عامل، كيجي غزال تبارك الله. صافي نطفي له البوطه ونخليه يبرد باش نجمع به البيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي ها البيان انا عالجتو على هذا الشكل هذا، خليته شويه شغليط وغربلته حيت منه داك اللي مدهوق مره. وهذا نحيدوه نحتاجو بحاجه اخرى. وهذا اللي غادي نستعملو غنضيف عليه كراميل وغنخلط. بسم الله. غنضيف الكراميل اللي عندنا، غنضيف شويه بشويه وحتى يتجمع لي. نحركو كامل نخلطو كامل باش نبقى نعملو على الحشوه ديالنا ان شاء الله، على الحلوه ديالنا عفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي بهذه الطريقه هذه
وهذا الكراميل كيجي غزال، ماشي تستعملوا على هنا، تستعملوا اي حاجه. كتستعملوا مثلا تعملوا مع الصابلي، تشد به الصابلي مع الطرطات، مع اي حاجه. يعني نجمعوا كامل عاد غادي نستعمل الحلوى ان شاء الله يا ربي. صافي غنشبر الحلوى ديالي، غنبقى نعمل فيها شويه ديال هاد الخليط هذا، غير هيدا باش نعملوها في الشوكولاط ان شاء الله. غنكملها هنا هاد الحلوى كامله هيدا عاد نعملها في الشوكولاط بهاد الطريقه هذه. غير هيدا شويه كتجي غزاله هاد الحلوى تبارك الله، كتجي وكتخرج تبارك الله. خرجت لي 250 غرام ديال الزبده، نتوما شفتوا كيفاش خرجت لي 133 حبه. نتوما كتشوفوا يعني ماشي رقيقه، عم زغليطه. صافي غنكمل انا هاد الحلوى كامله هيدا، غنعمرها من فوقي الطريقه هذه، غنزل فوق منها. من بعد عاد نعملها في الشوكولاط، نساليها كامله باش ما تغلبكش وما تديلكش الوقت. عمرها كامله هيدا ونزلها، عاد نعملها الشوكولاط، كيبقى لك ديك الساعه شوكولاط. بهذه الطريقه هذه وننزل تاع شويه، ننزل هاد الكراميل كيجي غزال تبارك الله، كيجي لذيذ. غير هيدا انا نكمل الحلوى ديالي كامله ان شاء الله بحال هيدا، ونرجع معكم ملي نكون عادي نعملها الشوكولاط ان شاء الله الرحمن الرحيم. هي الحلوى ديالنا من بعد ما عملت لها البيان والكراميل كتجي على هذا الشكل هذا. دابا عندي هنايا الشوكولاط مذوب. دابا عاد نبقى نعمل الشوكولاط وننزلها في ورق الطبخ بهذه الطريقه هذه. هيدا ونحيدها ونسقطرها مزيان، عاد ننزلها باش كيحيد لنا الفائض ديال كيف ما غنزلها هنايا. كلشي كيبان هنا قدامي بهذه الطريقه هذه. غنزلها غير واحد غير شويه ونحيدها باش ما كتعمر لي، ما كتديري شي شوكولاط من تحت بزاف. هنايا نعمل شويه كاضافه، شويه ديال البيان، داك البيان اللي طحنت وغربلته، هاد الشويش هذا باش هي اضافه التزويق وصافي. نتوما بهاد الطريقه هذه صافي. غير هيدا وننزل بهاد الطريقه هذه. ضروري مقع حتى هو يكون فيه هنايا شويه. نزلو هنايا قبل ما ينشف الشوكولاط. غادي نعملو شويه ديال الزواق هنايا. من بعد ما كنزلو نرجع نحيدو البلاصه اللي عملتها في الاول، نحيدها باش ما نبدلو الموطا ديالو باش ما كيشبرناش الشوكولاط بزاف وكيبقى فيه الشوكولاط كبير غليظ. صافي بهذه الطريقه هذه ونكمل الحلوى ديالي كامله ان شاء الله يا ربي. بهذه الطريقه هذه ونسالي ونزوقها، ومن بعد نطلقوا ان شاء الله الرحمن الرحيم في التقديم. نسالي الحلوى، نزيد معكم وحده.
نخلطها مزيان. هانتوما بهاد الطريقه هادي. صافي دابا انا نكمل الحلوه ديالي على هاد الشكل هذا، ونرجع معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد ما نسالي ونرجعوا ان شاء الله في التقديم. هاهي الحلوه ديالنا بعد ما وجدناها كتجي على هاد الشكل هادي، يعني كتجي راقيه غزاله في المنظر وفي المذاق كذلك لذيذه. خرجت لي هاد الحلوه اللي قلت لكم، يعني خرجت لي 133 حبه، هانتوما كتشوفوا. هي غزاله تبارك الله. كتجي فوق منها هاد البيان، وهنا زواقتها بشويه بيان مطحون، هي يعني كتزيين وصافي كاضافه. بغيتي تخليها هيدا ماشي مشكل. صافي على هاد الشكل هذا. نتمنى يا ربي ترق لكم تعجبكم هاد الحلوه. نتمنى تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات، تعملوا لي اعجاب وتعليق، واشتركوا في القناه اذا كنتم ما اشتركتوشي، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وان شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو في وصفه قادمه وفي فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ودابا غادي نفتح معكم وحده، نصب معكم وحده نشوفوها كيفاش كتجي. ها هي هانتوما كيفاش كتجي غزاله تبارك الله. عندي ما نقول فيها صراحه الله، كتجي بنينه بزاف. ها هو داك الكراميل وبيان. وهذه هي الحلوه ديالنا. نتمنى يا ربي تعجبكم، ولا عجبتكم بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب. ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في وصفه قادمه وفيديو جديد. والى ذلك الحين خليكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.